اهلا جي بي تي. Hey Mustafa, how's it going? كلمني عربي لو سمحت. ايوه سهلا، ازيك؟ اخبارك ايه النهارده؟ والله كويس الحمد لله. عايز اسالك سؤالين مهمين قوي هيساعدوني ان احنا نعمل فيديو النهارده حلو جدا. ازاي ممكن اساعدك في الاسئله دي؟ قول لي ايه السؤالين وانا معاك. هو انت بتتكلم كده ليه؟ بتتكلم مصري. It sounds like you're talking about something interesting. Was this about a video idea or a different topic? بتتكلم مصري عربي مصري. فهمت. قول لي بقى ايه اللي حصل مع القطه دي؟ ده كان جزء من فكره الفيديو ولا ايه؟ هو انت بتعمل نفسك خواجه بيتكلم مصري، انا عايز حد بيتكلم مصري. حاضر، انا معاك تمام وباللغه المصري على طول. ايه اللي محتاجه عشان نكمل الفيديو بتاعك؟ انا عايز اسالك سؤال واحد او سؤالين. بص يا سيدي، لو انت واحد عايش في الخليج وعايز تيجي المانيا، تفتكر ايه السبب يكون ورا الموضوع ده؟ ممكن يكون في كذا سبب وراء الموضوع ده. لو واحد عايش في الخليج وعايز يجي ألمانيا دلوقتي، ممكن يكون بسبب واحد الاستقرار طويل المدى. الحياة في الخليج غالبا سريعة ومبنية على فرص مؤقتة، لكن في ألمانيا في استقرار اجتماعي وقانوني على المدى البعيد، خصوصا لو عنده عيلة. فرص التعليم والتطوير، ألمانيا مشهورة بتعليمها الممتاز سواء في الجامعات أو الفرص المهنية. فلو شخص عنده طموحات أكاديمية أو بيشتغل في مجالات زي الهندسة أو التكنولوجيا، ألمانيا هتبقى وجهة مثالية. ثلاثة، الحقوق الاجتماعية. ممكن يكون عايز يلاقي مكان فيه حقوق العمال زي الإجازات السنوية، التأمين الصحي، واستقرار العمل اللي ممكن ما يتوفرش بنفس القوة في الخليج. أربعة، نوعية الحياة. لو شخص عايز يعيش حياة هادئة مع توفير نظام صحي واجتماعي قوي، ألمانيا بتقدم ده بشكل ممتاز. وكمان الحياة هناك مريحة من حيث المواصلات العامة، التعليم والصحة. طيب خلاص. بص يا سيدي احنا هنسأل سؤال تاني برضو جاوبني عليه. لو انت واحد عايش في ألمانيا عربي واخد الجنسية الألمانية وعايز يسافر الخليج، طيب انت تفتكر هو السبب ورا الموضوع ده ايه؟ ممكن يكون في كذا سبب. لو الواحد عربي عايش في ألمانيا وحابب يرجع الخليج بعد ما ياخد الجنسية الألمانية، خصوصا مع رمضان، الأسباب دي ممكن تكون زي الارتباط العاطفي بالوطن. رغم الحياة المستقرة في ألمانيا، كتير من العرب بيشعروا بحاجة للعودة لموطنهم أو المنطقة اللي نشأوا فيها، خصوصا مع الأجواء الرمضانية اللي بتكون مختلفة في الخليج. العادات والتقاليد والروحانيات في رمضان بتكون موجودة بشكل كبير، وده بيخلي الواحد يشعر بالانتماء والراحة. الاحتفالات والتجمعات العائلية في رمضان، الناس في الخليج بتهتم بالاجتماعات العائلية والتجمعات اللي بيشترك فيها الكثير من العرب في ألمانيا. ممكن يشتاقوا لهذه اللحظات مع العيلة، خصوصا لو كانوا بعيد عن فرص العمل في الخليج. يمكن الشخص ده يكون حصل على الجنسية الألمانية وعايز يرجع الخليج لأنه ممكن يكون لقى فرصة عمل كويسة هنا، خصوصا في بعض القطاعات مثل النفط والغاز أو البناء اللي ممكن توفر له دخل أعلى مقارنة بألمانيا. أربعة، طقس. البعض بيحب العيش في أماكن فيها طقس حار، وده ممكن يكون دافع مهم للشخص العربي اللي عاش فترة طويلة في ألمانيا البارد. في الخليج الجو الحار والمشمس بيكون مناسب للبعض. خمس، الروحانيات في رمضان. خلاص بقى رمضان في الخليج. يا شباب، بداية لذيذة. قلنا نسأل عن شات جي بي تي ايه الحوار، بس شات جي بي تي هو قال لنا حاجات كده زي رؤوس الأقلام. الفيديو النهارده عايزين نعمل مقارنة شاملة جدا ما بين الشخص اللي عايش في الخليج والشخص اللي عايش في ألمانيا، أو اللي عايز يروح من الخليج لألمانيا أو من ألمانيا للخليج. كلنا عارفين ومتأكدين إن مفيش في مكان في العالم جنة، كل مكان هتروحوا فيه المزايا وفيه العيوب، وهو ده هدف حلقة النهارده عشان توضح لكم الفرق ما بين الاتنين من حيث حاجات كتير هنتكلم عليها وبنود كتير هنشوفها النهارده في حلقة النهارده. عشان تعرف الفكرة العامة وتعرف كمان رأيي الشخصي في الموضوع، كمل الفيديو للآخر ويلا بينا. في البدايات عايزين نقول إن الخليج ليه مميزات وليه عيوب، زي ما برضو ألمانيا ليها مميزات وليها عيوب. فهنناقش نقاط كتيرة جدا، النقاط دي متعلقة بالمقارنة ما بين هنا وما بين هنا. هنحاول ناخد دوت على أساس خبراتي أنا وخبرات الناس اللي عايشة في ألمانيا، وأيضا جميع الناس اللي أنا كلمتهم لحد دلوقتي وشاركوني تجاربهم اللي عايشين في الخليج. والخليج هنا بعني الإمارات والسعودية والكويت وعمان، قطر، البحرين، كل دوت. أول فقرة معنا النهاردة هي فرص العمل والدخل. فلوس، نبتدي بالفلوس. نتكلم عن فرص العمل، تعالى نتكلم عن أكبر التخصصات المطلوبة سواء هنا أو هنا. وهنا نبدأ بالخليج، هنتكلم فيها عن أكتر 10 تخصصات مطلوبة من حيث سوق العمل في الخليج نظام. طبعا القطاع الطبي والصحي موجود فيه وظائف كتير، أطباء، جراحة تخدير، طب الطوارئ، أطباء الأسنان، التمريض، الصيادلة، وأخصائي العلاج الطبيعي، كل دول مطلوبين في الخليج. وبرضه التكنولوجيا والمعلومات، IT
تي شفنا قد ايه الفتره اللي فاتت التطور المذهل اللي حصل في البلاد كتير من الخليج، ان هم بيصرفوا ملايين ومليارات كمان اليوروهات والدولارات على قطاع التكنولوجيا المعلوماتيه، مهندسين برمجيات وتطوير تطبيقات، امن المعلومات والامن السيبراني، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والاكسبيرتس في كلاود سيستمز. وبرضه الخليج مليان بنى، يعني هندسه وانشاءات. مهندسين البترول والغاز ليهم فرصه كبيره، اكيد دي حاجه معروفه من يعني اقدم التاريخ ان الخليج يعني بترول. وانا كمهندس بترول بقول لك موضوع مختلف تماما لما تبقى مهندس بترول، لكن انت بتبقى عارف الموضوع من بره ان هو فيه شغل والدنيا رايقه وتعرف تشتغل انت مهندس بترول تقبض كتير، بس الموضوع مش سهل قوي زي ما انت متخيل. المهندسين المدني والمعماري ليهم فرص كبيره جدا، وده اعرفه شخصيا، ناس كتير صحابي موجودين في الخليج وبيشتغلوا هناك مهندسين سواء مدني او معماري. برضه مهندسين ميكانيكا والكهرباء محتاجينهم كتير من القطاعات هناك في الخليج. التعليم والتدريب، اساتذه الجامعات وكمان المعلمين سواء رياضه، علوم، اللغات، محاسبين ومراجعين ماليين ومحللوا الاستثمار، مدراء المبيعات والتسويق، وبرضه الخدمات اللوجستيه محتاجين فيها برضه موظفين كتير. وقطاع الطيران برضه الطيارين، موظفين الخدمات الجويه والمطارات، والسياحه. السياحه في الخليج بدات تعلى قوي، فمحتاجين فيها الضيافه والسياحه، القطاع بتاعها مدراء الفنادق وكمان طهاة محترفين. ده بالنسبه للخاصات المطلوبه في الخليج. الخاصات المطلوبه في المانيا، رقم 1 قطاع الهندسه والتكنولوجيا. طبعا احنا عارفين ان رقم 1 في المانيا هو كمبيوتر ساينس او الاي تي انفورميشن تكنولوجي. مهندسين البرمجيات وتطوير الذكاء الاصطناعي والاي اي، شفناها في الفتره اللي فاتت قد ايه المانيا محتاجه كده. مهندسين الميكاترونكس والكهرباء كمان، ومهندسين الميكانيكا والسيارات اللي هي المانيا اصلا اقتصادها قايم على صناعه السيارات بشكل كبير. وهندسه الروبوتات والاوتوميشن مطلوبين برضه في المانيا الفتره ديت. هنخش قطاعات تانية مهمه، قطاع الصحه والطب. الاطباء باختلاف التخصصات مطلوبين، ممرضين كمان مطلوبين، اخصائي علاج طبيعي كمان مطلوبين. وقطاع التصنيع والانتاج عايزين فنيين كتير في الميكانيكا والكهرباء والصناعات التحويليه. وكمان مشغلوا الماكينات، عايزين ناس بيشتغلوا على الماشينز ويقدروا ان هم يتعاملوا معاها. ده غير بقى اساتذه الجامعه التحليل والبحث العلمي، وعايزين برضو ناس كتير في الكيمياء والفيزياء والبيولوجي. وبرضو نفس القطاعات برضو الماليه واداره الاعمال، عايزين ناس تشتغل في التاكسز في الضرايب، ناس تشتغل في الداتا اناليسز، وبالذات في الجزء الماليه محتاجين في محللي بيانات يكونوا عندهم خبره. اما بالنسبه لقطاع النقل واللوجيستكس، المانيا مشهوره ان فيها كميه وظائف لوجيستكس كبيره قوي، زي سواقين الشاحنات الكبيره اللي هي الكافي، الشاحنه الكبيره اللي بتنقل البضائع، وحرفيين كتير وفنيين زي كهربائيين، فني التدفئه والتكييف. ولو حبينا بقى نلمس شويه الوظائف ديت بالنسبه للمرتبات بتاعتها، هنلاقي مثلا لو طبيب استشاري في الخليج بياخد كام؟ من 10000 دولار ل 25000 دولار في المتوسط، ممكن اكتر من كده ممكن اقل من كده. وهنا بتكلم عن متوسط الاجور في الخليج في الدول اللي انا اتكلمت عليها. اما في المانيا بقى بياخد من 6000 ل 10000 دولار. وانا هنا بوحد الدولار عشان اخلي حاجه بس واحده ما بين المانيا وما بين الخليج، عشان المانيا باليورو، الخليج بكل دوله ليها عمله، عشان اوحدهم خليتها بالدولار. لو اتكلمنا عن مهندس البرمجيات هنلاقيه بياخد في الخليج من 5000 ل 12000 دولار وممكن اكتر لو معاه خبره كبيره. اما في المانيا من 3000 ل 7000 دولار. مهندس الميكانيكا والكهرباء زي ما احنا عارفين مطلوب هنا ومطلوب هنا، بياخد 4000 ل 10000 دولار في الخليج. اما في المانيا 3500 ل 6500 دولار. وبالنسبه للممرض والممرضه بياخدوا في الخليج من 2500 دولار ل 6000. اما بالنسبه لالمانيا فبياخدوا من 2800 ل 4500 دولار. المحاسب المالي بياخد في الخليج 3000 ل 8000 دولار. اما في المانيا 2500 ل 5000 دولار في الشهر. كل اللي احنا بنقوله من المرتبات دي قبل الخصومات. هنشوف قصه نسبه الضرائب اللي بتتخصم هنا وهنا، وهنشوف القصه ديت وهنعرف معلومات اكتر في الجزء اللي جاي من الفيديو. لو جينا اتكلمنا مثلا عن سائق شاحنه، سواق الكافي اللي احنا اتكلمنا عليها، بياخد في الخليج 1500 ل 3000 دولار. اما في المانيا بياخد 2500 ل 3500 دولار. يعني ممكن تكون دي المهنه الوحيده اللي المانيا متفوقه فيها. يعني انتوا كده اخدتوا لمسه ان الاجور في الخليج 3 اضعاف او ضعفين اللي بياخدها الشخص في المانيا. وهنا بقى نخش على مقارنه خاصه شويه بالنسبه للضرائب، لان دي جزء كبير جدا من اللود اللي بيبقى على الشخص، ان هو بيبقى جاي انا هروح الخليج احسن ولا اروح المانيا احسن، وهيتخصم المرتب بتاعي قد ايه. دول الخليج اللي احنا قلناها ما بتحسبش ضرائب. يعني ايه ما بتحسبش ضرائب؟ يعني المرتب اللي بينزل لك كامل، فما بيفرضوش ضرائب مباشره على المرتب. وده معناه ان اي راتب انت بتكتبه في العقد هو ده الراتب اللي بيجي لك في الاخر في الايه، في البنك بتاعك، او ده اللي بتقبضه في الاخر. وده اكيد حاجه لذيذه، انا هروح مش هيتخصم المرتب حاجه. زي ما قلت لك مفيش مكان جنه 100% ونار 100%، في دايما حاجه اسمها وسطيه، حاجات انت بتحاول تتكيف
تختلف معاها تشوف ايه افضل اوبشن بالنسبه لك، افضل اختيار لظروفك انت. ده بالنسبه للضرايب اللي بتفرض على المرتب. لكن فيش بعض الضرايب ان انا اخدت فكره من الناس اللي عايشين هناك، ممكن برضو حد يعدل لي في الكومنتات مفيش مشكله، وحاول برضو ما تبخلش عليا باللايك اللي تحت لو سمحت عشان انت بتستمتع، فتمتعني معاك باللايك المتين. يلا بينا. في ضرايب كمان بتتفرض غير مباشره زي ضريبه القيمه المضافه اللي هي الفي ار تي او بيسموها فات. على حسب الريسيرش اللي انا عملته، السعوديه والامارات والبحرين 15%، عمان وقطر 5%، الكويت ما فيهاش لغايه دلوقتي، السعوديه الامارات البحرين من 5% ل 15%. في حاجه اسمها الضريبه الانتقائيه، دي تفرض على المنتجات الضاره بالصحه زي التبغ، المشروبات الغازيه، مشروبات الطاقه، وساعات بتوصل ل 50% او 100% حسب الدوله. في برضه ضرائب بتتفرض على الشركات نفسها. الامارات بيتفرض فيها ضرائب للشركات 9%، اما في السعوديه 20%، وده من ايام 2023 لغايه دلوقتي باستثناء الشركات الصغيره والمناطق الحره. اما في قطر بيتفرض على الشركات او ارباح الشركات الاجنبيه 10%، والبحرين والكويت وعمان بتطبق ضرائب على الشركات الاجنبيه فقط بنسبه تتراوح بين 10 ل 15%. في برضه رسوم تاني بتتضاف على اي وافد عايز يقعد في بلاد الخليج، زي مثلا رسوم الخدمات، رسوم الاقامه والتاشيرات، رسوم التراخيص. فعلى سبيل المثال رسوم تجديد الاقامه للوافدين بتصل من 500 ل 1000 دولار سنويا حسب الدوله وحسب المهنه، ورسوم التامين الصحي بتبقى اجباري خاصه في السعوديه والامارات. كده اتكلمنا على النظام الضريبي بالنسبه للخليج. طب النظام الضريبي بقى بالنسبه لالمانيا. الخليج عرفنا ان احسن ميزه فيه ان الشخص بياخد مرتب بياخده 100%. طب المانيا بقى الموضوع مختلف تماما. النظام الضريبي في المانيا يعتبر من اكبر الانظمه تعقيدا في العالم. بيتفرض على الشخص هناك اللي عايش في المانيا ضرائب مرتفعه جدا. كل ما بيزيد الدخل كل ما النسبه اللي بتتخصم من الضرائب اعلى. لو انت تحت ال 12000 يورو بتبقى معفي من الضرائب، تدفع 0%. 12000 يورو ايه سنويا. لو انت ما بين 12000 يورو ل 70000 يورو بتبقى في حدود من 35 ل 40% بيتخصم ضرائب تقريبا. بتعتمد بقى على حاجات كتير، بتعتمد على انهي شريحه ضريبيه، عدد الاولاد، انت فين في المانيا، موجود في انهي ولايه، بتعتمد على يعني تفاصيل تانية كتير وعوامل تانية كتير. القصه بيتخصم قد ايه. وهنا لما بقول بيتخصم المرتب ما بعنيش ان ده كله 100% ضرائب. لما بقول لك بيتخصم 30 ل 40% ده معناه جزء من 40% دول بيروح للضرائب، جزء منه بيروح للتامين الاجتماعي، جزء منه بيروح للتامين الصحي، جزء منه بدل البطاله عشان لو فقدت الشغل تعرف يدوك فلوس لغايه ما تلاقي شغل تاني، وجزء منه كمان بيروح لرعايه طويله الامد. يعني تفهم ان الجزء الكلي اللي هو ال 40% بيبقى جزء منه بس ضرائب، مش كله ضرائب. اما بالنسبه بقى للضرائب اللي بتتفرض على الشركات اللي في المانيا فهو 15% بالاضافه الى 5.5% ضريبه تضامنيه. ده بيخلي ان المعدل الفعلي اللي بيتفرض على الشركه ممكن يوصل ل 30% من ارباح الشركه، لما تضيف كمان عليها الضرائب المحليه اللي بتضاف على الشركه نفسها. وكمان في بعض الولايات بتضيف كمان ضرائب اكتر 17% على الشركات. فتحس ان الشركات في المانيا مخنوقه. حتى انت لاحظت الفتره اللي فاتت كميه الشركات اللي قفلت في المانيا، كميه الشركات اللي افلست. والفتره اللي فاتت كان في طبعا توتر سياسي داخلي في المانيا، وكل الاحزاب السياسيه بتتكاتف ان هي تجذب اكبر عدد من الشركات تصوت ليها، فبتحاول تعمل برنامج انتخابي يخدم الشركات. فكل واحد ليه مصلحته عند حزب كان بيصوت له. عشان كده تقدر تفهم ان الدنيا ما كانتش بيس في المانيا زي ما انت شفت الارقام. كمان في برضه ضرائب تانية بتتفرض زي ضريبه الكنيسه، دي طبعا عن الافراد المسجلين في الكنيسه. ضريبه العقارات والممتلكات، لو انت عندك يعني ممتلكات سكنيه وتجاريه بيبقى في ضرائب عليها في حاله لو انت ما استخدمتهاش لنفسك انت. في ضريبه البيئه والنظافه بتفرض على الكهرباء والوقود عشان يشجعوهم يستخدموا الطاقه المتجدده من الرياح ومن الشمس. ولو جينا عملنا مقارنه كده وتلخيص باللي احنا قلناه هنلاقي ان ضريبه الدخل دول الخليج صفر، المانيا من 14 ل 45%. ونسيت اقول لكم معلومه ان في المانيا لو انت مرتبك فوق 250 الف يورو سنويا بيتخصم منك 45% من مرتبك ضرائب مجمعه اللي احنا قلناها كلها، التجميع كلها على بعضها. اما بالنسبه للتامينات الاجتماعيه فهي غير الزاميه او منخفضه بالنسبه للخليج. اما بالنسبه لالمانيا بتبقى 20 ل 30% من الراتب اللي هم جزء من ال 40% اللي احنا اتكلمنا عليهم. ضريبه الشركات 9 ل 20% في دول الخليج على حسب الدولة. أما بالنسبة لألمانيا ف30% تقريبا، وطبعا بتبقى متغيرة من ولاية للتانية. ضريبة القيمة المضافة 5 ل 15% في دول الخليج، والكويت ما عندهاش ضريبة مضافة. أما بالنسبة لألمانيا ف19%. أي معلومة من اللي قلتها لو أنت عايش في دولة من دول الخليج صححها لي لو أنا بقول معلومة غلط، لأن أنا بقول لك أنا واخد من تجارب الناس من خبراتهم من كلامي معاهم. فاكتب لي في الكومنتات وتبقى مناقشة جميلة. ما تجيش تهاجمني في الكومنتات وتقول لي لا أنت بتتكلم غلط، أنت بتقول مش عارف إيه. يا صديقي أنا بحاول أقرب
المسافات، انت قربها معايا، ساعدني. فانت لو عندك خبره وتجربه ما تشاركها معانا، ساعد الناس واكسب ثواب في رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين. الضرائب العقاريه بالنسبه لدول الخليج منخفضه او ممكن ما تكونش موجوده قوي، اما بالنسبه لالمانيا مرتفعه حسب المنطقه. اما بالنسبه للضرائب البيئيه فهي مش في الخليج موجوده، لكن هتلاقيها مفروضه على الوقود والطاقه، البنزين والسولار والديزل والحاجات ديت بتبقى بيفرضوا عليها ضرائب اضافيه هنا في المانيا عشان يخلوا الناس تلجا للمواصلات العامه وتلجا للطاقه النظيفه اكتر. فالنقطه دي مهمه. لو جينا قلنا الخليج ولا المانيا فيها، لا الخليج يكسب بصراحه. فانت بالنسبه لك ان انت بتاخد مرتبات حلوه، المرتب كله بتاخده في الخليج، بس بقى قصادها تعال نتكلم في الحته ديت، خدمات العامه مقابل الضرائب. في المانيا يا سيدي في تعليم مجاني، وده هنشوف النقاط بعد كده، في رعايه صحيه، في دعم بطاله، في تقاعد بعد ما تخلص كمان شغلك، في راتب للتقاعد بينزل لك لغايه لما ربنا يفتكرنا. النظام الصحي شامل في ألمانيا لأنه بتدفع أنت جزء من مرتبك تأمين صحي. أما في الخليج ففي بعض الحاجات اللي هي مش لذيذة أوي في القصة دي، إن أنت بس المواطنين اللي هم مواطني البلاد الخليج، السعوديين الإماراتيين كده، هم اللي بيبقى حقهم إن هو يتعلموا بشكل مجاني تماما، لكن الوافدين لازم يدفعوا فلوس. دي مش موجودة في ألمانيا. أنا كأجنبي درست في ألمانيا بدفع زي الألماني بالظبط، مفيش فرق بيني وبين دي، هنتناقش فيها لاحقا. فلو شفنا مين اللي بيجذب اكتر الاستثمار الفتره دي، هنلاقي ان طبعا الخليج يكسب في الحته دي، عشان بتلاقي ان الشركات عندها شويه حريه ومعناهاش قيود قوي في المصاريف او في الارباح او في الضرائب اللي بتدفعها. بس الميزه في المانيا ان انت عندك امان وظيفي واستقرار على المدى البعيد، وهنفهمه في حته الاقامات برضو كمان شويه. النقطه اللي بعديها هنتكلم عن تكلفه المعيشه هنا وهنا. لو انت هتعيش هنا ايه الغلو والاسعار والحاجات دي، تعال نشوف. النهارده هتبقى حلقه دردشه عميقه ومفصله ولذيذه نقعد نتكلم فيها مع بعض. هنتكلم عن اول حاجه السكن والايجارات اللي انت بتدفعها للسكن. لو انت في دوله من دول الخليج، مثلا في مدينه زي دبي، ابو ظبي، الدوحه، الرياض، طبعا الايجارات مرتفعه جدا، وخاصه في الاماكن اللي بتبقى فاخره او تجاريه شويه. فلو شفنا في دبي هنلاقي متوسط الشقه بغرفه واحده اللي هي انسيما فونونج او 1 روم ابارتمنت 1500 3000 دولار شهريا، والرياض 800 ل 1500 دولار شهريا. اما بالنسبه للدوحه ف 1500 ل 2500 دولار شهريا. الميزه هنا ان بعض الشركات لما بتديك عقد في الخليج عشان تشتغل بتديك معاه كمان بدل للسكن، او بتوفر لك سكن مجاني للموظفين. ده ما بيحصلش في الغالب في المانيا، ممكن نقول 98% من الحالات ما بيحصلش كده في المانيا. نخش بقى على المانيا ونشوف السكن في المانيا يعتبر ارخص نسبيا من الخليج بالمقارنه بالمدن اللي احنا قلناها. بس لو رحنا على برلين وفرانكفورت وميونخ هنلاقي الاسعار برضو غاليه. يعني لو انت عايز تأجر شقه اوضه واحده في واحده من دول، هنلاقي في برلين من 1200 ل 1800 دولار شهريا، وميونخ 1500 ل 2500 دولار شهريا، وهامبورغ 1000 ل 1800 دولار شهريا. هامبورغ برضو الاسعار السكن فيها غاليه لان هي من المدن الشمال الساحليه في المانيا، وكمان السياح بيحبوا يزوروها، فتعتبر مدينه سياحيه. لو انت رحت للمدن الصغيره في المانيا، واعتقد الخليج برضو ارقامها تصغر لو المدن صغيره او مدن مش العواصم او مش المدن الكبيره، بس لو انت رحت للمدن الصغيره في المانيا هتلاقي الاسعار ممكن نزلت شويه من 500 ل 800 دولار شهريا بالنسبه للشقه الغرفه الواحده. اغلب المانيا ان السكن فيها صعب قوي تلاقيه، اغلب الشقق ما بتبقاش مفروشه، انت اللي بتفرشها من اي تو زد. مش بتروح الخليج تلاقي فيه رفاهيه ان الشقه واسعه ومتوفر الشقق ومفروشه ومعموله على احدث الانظمه، لا بتلاقي صعوبه شويه، والشقق قديمه والشقق متهالكه. بتوفر انت في الشقه كل حاجه، حتى المطبخ نفسه بتقعد تركبه من اول وجديد. فالموضوع ده ممكن في المانيا يكون عيب. فلما بتيجي تسكن اول مره بتضيف كمان فلوس على اللي انت بتدفعه. تعال نتكلم عن الاكل والشرب. خلاص اتكلمنا على السكن، تعال نتكلم عن الاكل والشرب. لو انت في الخليج اسعار المواد الغذائيه بتعتمد على الاستيراد طبعا، على دي الواردات اللي بتجيلك في البلد، فبتلاقي ان ممكن شويه منتجات تكون اغلى من اللي موجوده في اوروبا. بس في المانيا بيبقى ساعات كتير من المنتجات رخيصه بسبب ان هي صناعه محليه. يعني ممكن الخليج ما يبقاش فيه عنده منتجات كتير صناعه محليه. لو قلنا ان في عيله صغيره مكونه من اب وام وطفل، تعال نشوف التكلفه الشهريه في المدن اللي جايه دي. في دبي من 500 ل 800 دولار شهريا، في الرياض من 400 ل 700 دولار شهريا، الدوحه من 450 ل 750 دولار شهريا، برلين 300 ل 600 دولار شهريا، ميونخ من 400 ل 700 دولار شهريا، وممكن ازيد برضو في 2025 تضخم زاد شويه سواء في الخليج او في المانيا. المطاعم في الخليج في الغالب اغلى من اللي في المانيا.
المانيا، او ممكن يكونوا قريبين من بعض شويه على حسب ما انا رحت برضه الامارات قريب، شفت ان المطاعم ممكن تكون غاليه شويه بس يعني في رينج برضه مش وحش، يعني قريب من اللي انا بدفعه في المانيا. ففي المانيا المطاعم رخيصه شويه بالنسبه للخليج، ولكن لو انت رحت المطعم يعني فاخر راقي هتدفع مبلغ حلو قوي. تالت حاجه نتكلم عليها في المواصلات. لو انت عايز تصرف على المواصلات بتاعتك في الخليج تعتمد بشكل كبير على السيارات الخاصه، عشان وسائل النقل العام ما بتبقاش غير في المدن الكبيره بس وقليله كمان. في المانيا الموضوع مختلف، ان بيبقى فيه شبكه مواصلات كبيره، باصات، مترو في كل حته في كل مدينه، كمان قطارات توصلك بالمانيا كلها في اي حته في اي مكان عايز تروحه. بالمواصلات هتعرف تروح. بالنسبه لدبي تذكره النقل العام 90 ل 150 دولار شهريا، تكلفه الوقود للبنزين 90 سنت. اما في الرياض ف 50 ل 100 دولار شهريا هتدفعهم للنقل العام، تذكره نقل عام شهريه، وبالنسبه لتر البنزين 80 سنت. الدوحه من 40 ل 90 دولار بالنسبه لتذكره النقل العام الشهري، وبالنسبه للوقود 75 سنت. برلين بقى في المانيا دلوقتي تذكره اسمها 49 يورو دوتشلاند تيكت، دلوقتي علوها بقى 59 تقريبا، تقدر تلف في المانيا كلها، فمش محتاج تدفع اكتر من 59 يورو. اسعار البنزين اغلى بقى، 1.9 دولار للتر البنزين. وبالنسبه لميونخ برضه نفس النظام، هي الدوتشلاند تيكت تمشي في كل المانيا، زياده شويه لتر البنزين ب 2 دولار للتر الواحد، فالبنزين في المانيا اغلى بكتير. ففي الخليج ممكن تلاقي ان انت بتعتمد بشكل اساسي على العربيات، فهتهلكها اكتر، فهتدفع استهلاكات تصليحات وحاجات على العربيه اكتر من اللي هتدفعه هنا في المانيا. الميزه في المانيا قصه تذكره 49 يورو او 59 يورو انا حكيت لكم عليها، تقدر تمشي في المانيا في كل المواصلات، في الباص، ترام، في المترو، في القطارات اللي بتودي ما بين المدن وبعضها، في القطارات اللي بتودي ما بين اوروبا وبعضها. لا انا اسف، دي ما تمشيش في القطارات اللي بتودي اوروبا، الايتس اي والايتس اي ما بيمشوش فيها، في القطارات التانية كلها ما عدا دول يعني. هنتكلم عن بقية الحاجات شوية يعني باختصار. بالنسبة للكهرباء والنت التأمين الصحي، في الكهرباء والمية بتدفع من 50 ل 150 دولار شهريا بدول الخليج، اما المانيا ف 150 ل 300 دولار. المانيا اكتر. الانترنت المنزلي اللي انت بتدفع له في الشهر 40 ل 80 دولار، في الخليج بتدفع له 30 60 دولار في المانيا. التأمين الصحي بالنسبة للخاص من 100 ل 500 دولار في الخليج، اما بالنسبة للعام في المانيا من 250 ل 400 على حسب المرتبات. ففي الخليج الكهرباء والمية ارخص، ده بسبب توفر البترول وبسبب كمان الدعم الحكومي، لكن الانترنت اعلى شوية. في المانيا فواتير الكهرباء والمية مرتفعة، وقول لي انا اقول لك فعلا مرتفع، فعلا غالية، خاصة بعد أزمة الطاقة الأخيرة لما قطعوا المحبس عن ألمانيا من روسيا. الميزة في ألمانيا ان التأمين الصحي مكلف ولكن بيغطي كل حاجة أو معظم الحاجات نقدر نقول. وبالنسبة للخليج، وأنا آسف إن أنا بقول ألمانيا الخليج بقولها كتير، بس هو الموضوع مقارنة ما بينهم، هقول إيه. وبالنسبة للخليج بعض الشركات تقدم تأمين صحي مجاني للموظفين اللي بيشتغلوا فيها، سواء المؤسسات دي مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة. بالنسبة للتعليم، ودي نقطة حلوة قوي، التعليم مجاني في ألمانيا، ما بتدفعش عليه فلوس، تدفع بس مصاريف كل 6 شهور 100 ل 300 400 يورو بيروحوا ليك انت، برضه بيتردوا ليك انت بعد كده. وده لو عايز تعرف تفاصيل القناه مليانه فيديوهات اتكلمت عن الموضوع ده 6000 مره. بالنسبه بقى للخليج، تعليم العام مجاني متاح للمواطنين فقط، او الوافدين بيدفعوا فلوس للمدارس بشكل خاص وبتكون غاليه، تخش مدرسه كويسه بتدفع كتير. ساعات بيبقى في بعض العقود بيديك بدل برضه مدارس، بدل للاطفال بتوعك. فمتوسط تكلفه المدارس الدوليه عامه، يعني الدوليه انترناشونال، يعني في دبي من 10000 ل 30000 دولار، في الرياض من 8000 ل 20000 دولار. انا بتكلم سنويا، بتكلم تكلفه السنويه. الدوحه من 12000 دولار ل 25000 دولار، برلين من 5000 دولار ل 20000 دولار، ميونخ من 7000 دولار ل 25000 دولار. انا هنا بتكلم برلين وميونخ. انت قلت لي التعليم في المانيا مجاني، انا بتكلم عن المدارس انترناشونال الخاصه، ولكن لو قلنا المدارس الحكوميه مجانيه في المانيا، من اول الحضانه 3 سنين لحد ما بعد الدكتوراه في المانيا التعليم مجاني. عشان كده بتدفع ضرائب كتير ولكن بتاخد قصادها خدمات. فهمت كده المقارنه؟ فهمت الموضوع احنا بنتكلم عليه هدفه ايه؟ نكمل التفاصيل. طب بقى بالنسبه للاقامه والتجنيس، ودي نقطه مهمه
محوريه لاي حد بيفكر يقعد هنا او يقعد هنا. انت في الخليج تعتمد على نظام الكفاله، بيحتاج اي وافد لشخص كفيل يقدر يقعد عليه، سواء الكفيل ده شخص او شركه. معظم الاقامات بتبقى مرتبطه بالعمل، مفيش عمل يبقى مفيش اقامه. بعض الدول زي الامارات، السعوديه وقطر بدات تقدم اقامات طويله للمستثمرين واصحاب المهارات العاليه. الاقامه في المانيا احنا شفنا في اقامات دايمه وفي بعديها كمان جنسيه، والاقامات بتيجي على حسب الغرض اللي انت جاي بيه المانيا، عمل، دراسه، او سبيلدونج، لجوء، او لم شمل. بعد ما بتتم 5 سنين عمل بإقامة عمل عادية تقدر تقدم على الإقامة الدايمة. بعد 21 شهر من إقامة البلو كارد، البطاقة الزرقاء، ممكن تقدم على الإقامة الدايمة. والإقامة الدايمة إن أنت قاعد في ألمانيا مدى الحياة. طب بالنسبة للتجنيس في دول الخليج، هل ينفع تبقى أنت إماراتي؟ تنفع تبقى سعودي؟ صعب جدا الوافدين، ما ينفعش، لأن المواطنة بتروح بس لأشخاص في حالات استثنائية بس. السعودية وقطر والإمارات بدأت تدي كمان الجنسية لبعض الأشخاص المستثمرين والناس اللي عندهم كفاءات عالية بس بشروط صارمة. لكن التجنيس في ألمانيا في السنة اللي فاتت 27/6 على حسب ما افتكر اتغير القانون الجنسية الألمانية، بقت بدل 8 سنين 5 سنين، وتقدر تاخدها لا كمان بعد 3 سنين في حالة بعض الشروط اللي هي تحت هاشتاج الاندماج الاستثنائي. وكمان كان زمان تقدرش تحتفظ بجنسية الأم، لازم تتنازل عنها، لكن في 2024 اتغيرت برضو تنفع تحتفظ بالجنسيتين مع بعض، يعني هكون مصري وألماني الاتنين في نفس الوقت. الخلاصة يعني الخليج إقامة أسهل لكنها مؤقتة، والتجنيس بيبقى نادر جدا. يعني ألمانيا إقامة عشان تاخدها تبقى أصعب شوية، عايز تلاقي عمل، عايز تلاقي دراسة، عايز تلاقي أوس بيلدونج، عايز تلاقي دراسة مزدوجة، عايز تلاقي لم شمل، كل دي إقامات ما بتاخدهاش بالسهل، بس في الآخر بيبقى في استقرار وبتؤدي إلى الجنسية والإقامات الدائمة. ولو أنا واحد بتكلم عربي، بالنسبة لي أفضل أكيد الخليج بكل المقاييس، عشان أقدر أتواصل وسهولة التواصل مع الناس اللي حواليا. اللغة العربية تعتبر اللغة الرسمية في كل الدول الخليج. طبعا الهنود وكتير من الجنسيات غزوا الخليج، تقدر تتكلم إنجليزي في كل حتة دلوقتي، ولكن الوجه العام هي البلد عربية، يعني المفروض المواطنين بيتكلموا عربي، وده بيخلي الحياة اليومية أسهل. أنا أروح دلوقتي في بلد بتكلم لغتي فيها، لغتي الأم، لو أنا شخص بتكلم عربي هقدر أتعامل بسهولة في المستشفيات، في المطاعم، في الكافيهات، في كل الأماكن مع الأشخاص اللي بيتكلموا عربي زي. لكن في ألمانيا اللغة الألماني دي مشكلة كبيرة قوي بتواجه الناس عشان يقدروا إن هم يوصلوا لها ويجيبوا فيها مستوى كبير يقدروا يتعاملوا مع الألمان. أنت بتعدهم A1 A2 B1 B2 C1، هم 5 مستويات، بس كل مستوى فيهم معلومات جبارة عشان تقدر توصل لسي 1. مشوار مش سهل، ولكن لما توصل له تفتحت عليك فرص كتير في ألمانيا. طب بالنسبة لفرص العمل لشخص وافد جاي في الخليج، هتلاقيه لو هو ما بيتكلمش عربي مثلا وشوية انجليزي تمام هيلاقي شغل مفيش معاه مشكلة. لكن لو واحد جاي في ألمانيا معهوش غير عربي وشوية انجليزي صغيرين مكسرين، مش هينفع، لازم ألماني يعني ألماني. طب انت هتسألني جودة التعليم في الخليج ولا جودة التعليم في ألمانيا؟ الخليج فيه تعليم كويس، نقدر ان احنا نقول فعلا في بعض الجامعات او يعني نسبة كبيرة من الجامعات في الخليج التعليم فيها الجودة بتاعته كويسة، وفي برامج كتير باللغة الانجليزي. بس بتلاقي ان التعليم الحكومي في المدارس الحكومية او في المناطق الحكومية على حسب تجارب الناس، ده مش كلامي انا، بيبقى اقل جودة من التعليم الخاص. عشان كده الناس كلها اللي بتبقى في الخليج وافدين عايزين يدخلوا اولادهم في تعليم خاص مش تعليم حكومي. بالنسبة لألمانيا قلنا التعليم مجاني، وفي نفس الوقت معظم الجامعات اللي هي البابليك اللي هي الحكومية مدعمة من الدولة بتبقى التعليم فيها جودته عالية جدا. وهتلاقي في ألمانيا جامعات عريقة ممكن من 1600 من 1400، يعني نشوف كام سنة من التعليم. في جامعات جامدة قوي زي جامعة ميونخ وجامعة هايدلبرج، وفيها مناهج قوية جدا 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 جدا، والتعليم في ألمانيا يعتبر يعني بيئة حلوة لأي طالب عايز يجي يدرس. ده أقدر أقوله لكم بناء على خبرتي أنا 4 سنين تقريبا دراسة في ألمانيا، واحنا شفنا القصة بتاعت التكلفة عاملة ازاي. بالنسبة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في الخليج بتقدموا رعاية صحية جيدة، في مراكز ومستشفيات عالمية على مستوى الطراز العالمي، فيها كل حاجة انت عايزها، فيها كل المستلزمات الطبية، في كل الأدوات، كل التكنولوجيا الحديثة اللي انت متخيلها. والمستشفيات الخاصة تعتبر أفضل هناك من المستشفيات الحكومية، وده مش معناه ان المستشفيات الحكومية وحشة، هي خدماتها جيدة برضه، بس ساعات بتكون مليانة أشخاص، مليانة عيانين. الرعاية الصحية في دول الخليج بتبقى مدعومة جزئيا من الحكومة مش كليا، بتوفر بشكل مجاني جزء كبير من الخدمات ديت للمواطنين. أما الوافدين بيدفعوا فلوس سواء عن طريق التأمين الصحي الخاص اللي هم عاملينه مع الشركة، أو هم بيدفعوا من جيبهم لحاجات هم ممكن مثلا عملية ولادة، ممكن مثلا يعني تفاصيل كتير طبية مش الحياة العادية، يعني عمليات ممكن يقوموا بيها تكلفهم مصاريف كبيرة. لكن في ألمانيا الموضوع مختلف، أي شخص في ألمانيا لازم يكون متأمن عليه صحيا، ويبقى مدعوم من الدولة بشكل كامل التأمين الصحي
حكومي، تقدر تعمل كل حاجه انت حتى كواحد اجنبي عايش في المانيا زي الالماني بالظبط، بتغطي مصاريفك بالكامل، عمليه الولاده بتدفع لك بالكامل، عمليات كلها اللي انت محتاجها التامين بيدفعها. الجزئيه بقى اللي جايه الثقافه، طبعا الثقافه ديت بالنسبه للثقافه في الخليج هي ثقافه عربيه، فهتروح هتلاقي رمضان، هتلاقي تسمع الاذان، هتعيش اجواء ان انت فعلا مش بعيد عن بلدك. انا بتكلم عن الناس اللي من مصر او اي دوله عربيه بيروحوا الخليج، لكن هتروح انت المانيا الموضوع مختلف تماما، دي ثقافه جديده هتشوفها، كوكب مختلف تماما عن انت عشت، عندهم حاجات كتيره مختلفه عننا من حيث العادات والتقاليد والافكار حتى، فده يعتبر تحدي كبير لاي شخص عايز يجي يستقر في المانيا. فبنحس الاندماج السريع لا هتندمج بسرعه طبعا في دول الخليج، لكن في المانيا هيبقى الاندماج بتاعك بطيء. وبالنسبه لدرجه الامان، في 2024 المانيا الجرائم اللي فيها المعدل بتاعها زاد قوي، بقى عالي جدا مقارنه بالسنوات اللي قبل كده، وده وفقا للاحصائيات الرسميه. وبالرغم من كده المانيا تعتبر برضو دوله نسبيا امنه بالنسبه لدول كتير في العالم. في عام 2024 احتلت المركز العشرين في مؤشر السلام العالمي، وده يقول لك ان في استقرار شويه وامني. هي الجرائم عاليه بس بالنسبه لدول تانية ممكن تكون لا المانيا احسن. طب بالنسبه لمعدلات الجريمه في الخليج نظامها، دي ميزه كبيره في دول الخليج ان الجرائم فيها قليله قوي. دول زي الامارات والسعوديه وقطر عندها معدلات الجريمه اقل حاجه، بمعنى اصح معظم الناس اللي عايشه وافدين، يعني فئه المواطنين قليله جدا، فاي شخص خايف على نفسه ان هو يترحل. قوانين في الخليج صارمه قوي في القصه دي، يرحلوه على طول يمشوه من البلد، فكله بيخاف على نفسه هناك. لكن في المانيا في قوانين كتير عشان موضوع الترحيل دوت يحصل، كان بياخد ستيبس كتير، خطوات بداوا يسرعوه في الفترات اللي فاتت. لما بيحصل مشكله كبيره، شخص بيعمل مشكله كبيره بيبقى عايزين يرحلوه، او شخص عايش في المانيا بشكل غير شرعي بيبقى عايزين يرحلوه، فبقوا يسرعوا من القصه دي. فخلاصه هي الخليج يكسب في قصه الامان دي بالنسبه للمعيشه، ولكن المانيا تعتبر برضو مكان امن، يعني انا اقدر امشي في ال 24 ساعه في الشارع من غير ما اخاف ان حد يطلع عليا والكلام ده. وفي الخليج نفس النظام. المانيا ما بقولش عليها انها دوله مش امنه، لا هي دوله امنه، بس بيحصل فيها بالنسبه للخليج ومقارنه الامان خليج امن من المانيا. في امور تانية بقى تفاصيل التفاصيل جوه الشغل نفسه، يعني بتلاقي ان عقود شويه بالنسبه للشخص الوافد ما بتكونش بنفس الحقوق اللي بتاخدها لو انت شخص وافد، يعني شخص في المانيا اجنبي. بحس ان الحته دي في المانيا تكسب الصراحه، بتاخد حد الاجازات المرضيه، يعني لو انت عيان ومش قادر تشتغل مفيش مشكله. في الخليج تحس ان القصه دي مقيده شويه. بالنسبه لالمانيا بتاخد اجازات سنويه 30 يوم، يعني شهر ونص في السنه اجازات، 30 يوم عمل. في الخليج بيبقى شهر واحد بس في السنه. في تحس ان القوانين في المانيا بالنسبه لحقوق العمال احسن شويه، عشان ابقى برضو يعني فير انف عادل شويه. وبرضو قصه انك انت يعني الاقامات في الخليج زي ما قلنا، الناس لو فقدت وظيفتها تاني يوم انت اقامتك خلصت مع السلامه. اما بالنسبه لالمانيا الموضوع مختلف شويه، الاقامات لما بتخلص تقدر انك انت تلاقي شغل تاني، تقعد في المانيا وتلاقي شغل تاني، ولو معاك اقامه دايمه هتقعد في المانيا مدى الحياه. فنقدر بقى نروح على الخلاصه الكونكلوجن بتاع الفيديو كله. لو انت عايز تروح المانيا يبقى انت بتدور على تعليم عالي مجاني كويس، استقرار في المانيا اجتماعي واقتصادي، تشتغل لفتره طويله الامد، وفي استقرار اقامات، اقامه دايمه وجنسيه، تقدر تقعد في البلد مدى الحياه. بعد ما بتخلص شغل في راتب تقاعدي بتاخده وتقعد تصرف على نفسك فيه بعد كده كل شهر. لو انت قادر تروح تندمج مع مجتمع غريب عنك، ثقافته غريبه عنك، وتتعايش معاه وتفهم ثقافته وتحترم ثقافته وهو يحترم ثقافتك، هو ده الشخص اللي بيفكر يجي المانيا. الشخص اللي بيفكر يروح الخليج بيدور على فرص الاجور فيها احسن، الدخل فيها احسن، سهوله التكيف الثقافي، ان هو بيقدر يتكيف بسرعه مع الاجواء، انت عربي وانا عربي وفي بلد عربيه، يقدر ينتقل بسرعه، يعني من الشغلانه دي مش الشغلانه دي، الشغلانه دي في شغلانات كتير وفرص كتير، فتقدر تروح من هنا السنه دي في شركه، السنه الجايه في شركه. في المانيا الموضوع معقد شويه، ولو عايز تجمع فلوس في فتره قصيره، يعني زي ما بيقول لك فلوس الخليج تقدر توفر فلوس، خصوصا لو انت يعني بالنسبه للناس اللي عايزه تحوش، لا الخليج احسن بكتير. انا بقى رايي الشخصي كراي مصطفى، عايز اقول لكم يعني انا كان قدامي، انا مهندس بترول في مصر، كان قدامي ان انا اروح الخليج، وكان قدامي ان انا اخد الفرصه واشوف فرص عمل كمهندسين بترول في الخليج، ولكن انا ما رحتش بصراحه في القصه ديت بسبب ان انا بتكلم على مصطفى، يعني حالتي انا كنت فكرت في المستقبل. لما جيت فكرت في المانيا كان في 6 نقط اساسيه شدتني المانيا، وده كان اول فيديو على القناه عمل. سادس نقطه او خامس نقطه كانت المستقبل او الاستقرار في بلد اللي هروح اهاجر ليها. عايز اقامه
إقامة هناك أقعد فيها في البلد، ما أقدرش أرجع بعد فترة معينة أو يحصل مثلا عدم استقرار في الشغل يبقى خلاص بره البلد. دي قصة، دي كانت بالنسبة لي قصة مهمة جدا. غير إن ألمانيا جنسيتها مفروض جنسية يعني مش عارف التاني أو التالت على العالم، قوية أو الرابع مش فاكر، قوية جدا. فطبعا دي حاجة تخلي إن أنت لو معاك جنسية بلد زي ديت هتعرف تنتقل لأي حتة في العالم، ليك امتيازات كتيرة. فهو ده، فعشان كده فضلت إن أنا بدل ما أروح الخليج وأضيع جزء من عمري هناك في تحويش فلوس أو في يعني أمشي ورا بس فلوس، لا قلت لا، عايز أعيش كويس، أعيش حياة مريحة في ألمانيا، في نفس الوقت عندي استقرار لفترة طويلة. وأنا ما بقولش كده بدفع الناس إن هم يروحوا ألمانيا، لا، زي ما قلت لك في كل مكان في العالم الحلو والوحش. ففي شخص يتأقلم مع الظروف الخليج عايز يحوش فلوس، في شخص عايز استقرار أكتر من الفلوس. بس هي دي النقطة. فدي نقل تجربتي أنا يعني بشكل شخصي. وبصراحة بحس شوية مش مرتاح لما بسمع كتير من الناس واستشارات اللي أنا يعني بعملها تقريبا يوميا للأشخاص اللي هم بيبقوا قاعدين في الخليج وعايزين يجوا ألمانيا، بيحكوا لي عن مواقف كتير. بحس إن هم على بعد شعرة واحدة إن هم يسيبوا البلد بسبب مثلا مشاكل في الشغل عندهم، مشاكل مع الكفيل، أو أنتوا عارفين اللي فيها، مش محتاج أقول بالتفصيل. فدي حاجة ما بحسهاش بصراحة يعني حاجة كويسة. أنا أعرف مثال عن أشخاص بتقعد 30 و40 سنة تشتغل في الخليج وبعد كده بيديهم مكافأة نهاية خدمة ومع السلامة. ماشي، أنت بتدي امتيازات في الخليج، ما بتدفعش ضرايب، عيشة كويسة، عيشة مرتاحة، مبسوط في بلد عربي، بس القفلة وحشة. الخاتمه بتبقى وحشه. دي رايي الشخصي، ولكن برضه مش حاجه وحشه. ممكن الواحد يجمع له فلوس وينزل بعد كده بلده يعيش فيها ويتبسط فيها. في النهايه القرار مش سهل، المانيا ولا الخليج، كل واحد فيهم عنده مميزاته وعنده تحدياته. في المانيا عندك استقرار طويل المدى، حقوق واضحه، مستقبل مضمون لعيلتك تقدر تعملها لمشامل. في الخليج عندك فرص ماليه مغريه جدا، حياه ورفاهيه عاليه، وبيئه اقرب من ثقافتك انت، ثقافتك العربيه. بس الاهم انت عايز ايه؟ انت بتدور على استقرار مدى الحياه ولا فرصه بفلوس كويسه؟ بتفكر في اولادك ومستقبلهم ولا في حسابك البنكي النهارده فيه كام دولار؟ القرار ما بيبقاش بس ورقه بتكتب عليها مميزات وعيوب، القرار هو انت، حلمك ومستقبلك. خد وقتك واسأل نفسك وفكر بدل مرة 2 و3 كويس، لأن حياتك تستحق القرار الصح. أتمنى تكون استفدت، أتمنى يكون الفيديو دوت اداكم فكرة عامة عن الموضوع، انبسطتم بيه. يا رب سواء أنت في الخليج أو سواء أنت في ألمانيا، يعني الشخص اللي بتشوفني تكون سعيد وتكون مبسوط في حياتك. لو أنت وصلت الحتة دي واستفدت بمعلومة مفيدة، متنساش أخوك باللايك الحلو المتين، تشترك في القناة. أنا هتكلم كتير عن مقارنات كتير في المستقبل، ألمانيا النمسا، ألمانيا سويسرا، ألمانيا كندا، ألمانيا أمريكا، ألمانيا سويسرا، ألمانيا بريطانيا. هقعد في المقارنات دي كتير. فدي البداية. لو عندك موضوع عايز تضيفه اكتبه في الكومنتات تحت، لأن الكومنت ببلاش وكمان اللايك ببلاش. كل التوفيق والنجاح، أشوفكم على خير. سلام أحسن ناس.